كيتهزوا النفس نقول لك علاش. شوف على بنت. مش بحال بنتهم. اخوان تكبسوا البارطاج الله يحفظكم، كبسوا شويه. شوف ديبا الحاجه اللي كتكون فيها الكذوب، وكان واحد السيد قوي راه مشى يمكن السيد قال لك الام كتسر على بنتها، اتفق معاه. بصح هاد الهضره اللي قلتي بصح، راه الام ديما كتسر على البنت ديالها، راه ديما البنت كتكون البنت كتبغي تطرق على بنتها. نقول لك علاش، نعطيك انا دليل. هاد السيد اللي كتقول سمع بزوج سمع اختي باش ما بغيتي، نعطيك الدليل. كنت نسمع نهار الاول كتقول لك نجاة بنتي ما تقدرش دير الدبلوم، اش عمرك سولت واش الدبلوم داتو؟ اش الدبلوم دات؟ اللي كتقول لك ما تدخلش المجال الفني حتى دير واحد الدبلوم، اش الدبلوم دات؟ ما عرفنا شنو دات الباك ب 9.85 بزز. وديع الله يرضي عليه، وديع باقي لدابا راه لعب الدكتوراه. ما شاء الله. هذيك بغاتي تفواياجي، هذيك لا كارتي كتربيها والله غدا عندها لا بقات. انا غدا نصرف الداخليه، هذيك كتب لهم والله عندها لا بقات. سيدة عايشه في المغرب. سيدة اختي بزاف، هادشي اللي عاودت لك. يعني ولكن السيده شنو السبب ديالها اللي وصل؟ لا السبب اللي وصل السيده بحال هكا هي ما احترماتكش، يعني شكون السبب ديالها؟ يعني حتى الام ديالها ما كتحترمهاش. ماما شوف نجاة راه عندها شخصيه قويه. لا باينه فيها ولا نجاة، راه ماشي ساهله نجاة، راه باينه هي راه واحد الوقت جات انا كنسمع الناس، كنسمع الصحفيات، كنسمع كذا، ما بقاش الاحترام اللي كان. انا نسولك اختي السلطانيه واحد القضيه نقولها. نهار اللي كنت انا مع نجاة عتاب وكنت انا مدير الاعمال ديالها، كنتي كتسمعي نجاة عتاب ودار ديديكاس لشي واحد ولا شي وحده؟ ما قلناش صراحه. لا ما كانش هادشي. التبريج ما كانش، التبريج بالي في تيك توك، بالي راك شي نعناع، بالي راك كذا، ما كانش هادشي. لا ما كانش كدير هادشي. نجاة كان عندها واحد سيستيم شكال في الاول. عندك نجاة كانت متحفظه على شي حوايج، كانت انسانه صراحه، كانت شخصيه قويه صراحه، كانت هي نزير هادشي. لا هي نجاة حتى دابا الايامات. شوف عمي مراد ديجا انا قلتها ديجا قلتها في الاول فاش كنا يعني فاش طرقنا لهذا الموضوع. فعلا نجاة كانت بعيده على السوشيال ميديا، بعيده على صداعات، ما شيء ما كتنشرهاش على مواقع التواصل، كانت كذلك بعيده على هذا على لي زانترفيو، يعني ما كانتش كتخرج للصحافه بزاف. يعني هادشي قلناه في حق هادشي يعني يحسب لها. شكرا لك. انا اختي غادي نقول لك انا علاش. انا ديك الساعه كنقولها لك، كنقولها لنجاة، راه ما عندكش شي واحد اللي غادي يمسك لنا النمط الغنائي ديالك انت بوحده كده. نجاة حتى بوحده، يعني بلا ما تدخلي في المتاهات الخاويه. ما عندهاش منافس. الله يرحم الوالد، هي مدرستها معروفه، مدرستها بوحدها. ولكن باش بقى تبان بطال على بطال، وتبان هنا وتبان هنا وتبان، هادشي ما كاينش عند نجاة نهائيا. نجاة واحد السيده اللي راه والله تليفوني ما عندها، ما كتهزوش، ما كتدخلش لورديناتور نهائيا. نجاة عندها واحد الطابلات ودايرين لها ولدها داير لها هذيك نيكس شي فيلم ولا مسلسل كتبعو تيكمل، والله ما عندها شي حاجه. لا هي دابا مني دابا هاد كامل بغيت نعرف انا هاد كمال الباشا، يعني شنو القرابه اللي كتجمعوا ما بين خويا السي يوسف راه عيط الناس المغرب كيقولوا شكون هو هاد السيد. انا بالي راه انا في الاول كيجيب الله راه انا قريب بزاف يعني
فهمتي كيبان لي خويا انا. هذيك السينما قريب، ما ولا كنقول لك انا واش كاين اللي قريبه لها هذيك شنو سميتها؟ خالتي الدريسيه. هذيك دريسيه دريسيه. هذيك تاع شتا. الله يرحمه خالد نجاة. هي راه قال لك كتجي بنت خاله ولا ما عرفتش كتجي. ولكن بنت خالي ما تركبيش عليا في داري وديري لي لايف مور لايف. انا جات هز الصنداله، انا جات هزت هذه، انا اش بنت خالتك هذه؟ لا ما خصهاش ديرها، يعني بغات هي بنت خالتها باغا تطلع على ظهرها. كلشي باغي غديرها يطلع. كونسيبت. كلشي. يعني باغا دير الكونسيبت باغا يطلع على ظهرها فين. شوف غادي نقول لك واحد الكلمه، انا كنحترم شي ناس عندهم قنوات وما سمعش هضروا في الموضوع، بحال هذاك الدري مسكين اللي شافيني كان فيه كونسير برا عنده القناه ديالو وحاضر في العرس ما دار حتى حاجه. الاستاذ نبيل جاي حاضر ما كتب حتى حاجه. وقلت كي هاد البياد قالوا لي يتخاطفوا دابا بحال انا بقيت نشوف بحال واحد بحال الطاكسيات اللي كيخرجوا البلايص ولاو هاد الشكل هذا تهضر الى اخوك عشيه واحد. صح لما اقول انا شوف انا اصلا انا كذبش عليك، انا شفت كامل الباشا ملي شفت العرس وقع فيه قلت لهم هذاك راه هذاك اصلا اطلق شحال من بنت هنا في التيك توك طلقت بسببه هو. ما كذبش عليك، لما كنت نشوف الفيديوهات شفت الكوافيره ديالها خالد صاحبي اللي باريس. لا نبيل كنقول لك المعرفه ديالي كامل كانوا 76 الناس، شي جيران واحد السيد كيطرو يكون وكذا، شي خول قال لك هادشي كاع ديال الانترنت مشاهير. اش مشاهير؟ وبحال اللي كانوا موجدين والصباح القرطاس راسي يوسف الناس ما نحسب. بس عرف اخويا مراد بان هذا الشيء مدروس ديجا مدروس، يعني كاينه شي حاجه تما، كاينه شي حلقه شي مفقوده. حاجه ماشي يعني انا قلتها للمراه قلت كان شي حاجه ما راكباش، كاين شي خلل تما بصراحه. بحال ساميه جايبه غير الناس اللي عرفت هذا الموضوع غيخرجوا غيدافعوا عليها. الله يرحم الوالدين. ولكن سمحوا لي هاد ساميه لو كانت السيده خايبه ما كانتش غتخرج النهار التالي وتقول لهم صافي انا غنتفارق مع هاد السيد هذا، انا ما كنتش عارفه انه متزوج. باش تحيد التهمه عليها. لا واش غادي تقول له؟ جبت تقول له ما اختي يعني ما بغيتنا ما غاديش بلاتي ما غاديش تخرج زعما النهار التالي. دونك هي البارح دارت العرس مثلا وغتخرج اليوم تقول لهم انا هاد السيد ما عرفتوش مزوج، عاد عرفتو مزوج وانا غادي نتفارق معاه، والله يعاون صافي. يعني هي كون كانت مثلا باغا البوز ولا باغا شي حاجه غادي تبقى معاه، علاش غادي تكون علاش غدير هكا؟ احنا ما قلناش انا بغيت البوز، لان ساميه ما محتاجاش البوز. يعني المساعده ديال اختي انا واحد الشخصيه انت 8 سنين كتقولي انت معاه وانا كنطرح له السؤال نجاة هاد السيد كتعرفيه مزيان؟ حتى لا يعني الناس ديالي قالوا لي الله عمرها ضربه متزوج ما والو. فين؟ في قطر. كيفاش هذا السيد كان هنا شوف نهار لعبت المنتخب في قطر كان هو في المغرب معاه، كنشوف معاه في كازا لابسين الشرطه ديال المغرب سي في كازا. مشى في 2022 في الاخر مشى لقطر جا عاود قال لك قلت لي انا بغيت ندير مشروع. قلت اش مشروع بغيت دير؟ ما قلت لي لا انا مشيت كندبرهم واحد العرض جيت عين السبع بغيت ندير بحال هذيك بيكارد هذيك الماكله كونجيلي. قلت سيدي مزيان كان رجل هذاك رجل عمل كبير وكذبوا عليا. مشاو للطريق قال لك لقينا قدامنا في الطريق عنده لاكارت قال لك يمشي فين بغا في العالم. ما كنت صحاب السيد ترامب هذا كاع يمشي فين بغا. هو اصلا انا ما سمعت انا من بعد شي وحدين قال لك هو اصلا دير خطه باغي هو يطلع لفرنسا، يعني هذه خطه باش يطلع لفرنسا. ياك هو عنده لاكارت باش يخرج العالم كامل، علاش غادي يدير اصلا ما عندوش هو اصلا هو 8 المليون وهي مرته قالت غير 8 المليون ديال الاولاد ديالو قال لها غنمشي ندير بهم عمليه في الاردن وجا تزوجها. سي مراد هي كاع الدول شامه ما يدخلش كاع الدول. سي مراد نقول لك واحد الكلمه واستسمح.
حنا دابا حنا شفنا بزاف ديال كتلقى دابا مرا مجوجه ما عارفاش راجلها مزوج عليها حتى كيموت، عاد كتجي مراته الثانيه وكتقول لها يجي كاع مسكين هذاك خرج عسان وقعوا شلا وحدين. يعني هي فوالا يعني هي تقدر تكون ما عرفاش هذا السيد فعلا انه مزوج. لا شوفي انا نعطيك واحد القضيه الشابه اختي باش تعرفي. مرحبا. انا اللي على يقين اللي عارف على يقين ان ساميه ما تعيش في باريس. ساميه واخا يزيد لها هو الفلوس ما تعيش في باريس. لينا لاقيه ليبرتي في المغرب ما لقاش في باريس. فهمتي؟ لان حنا راك تعرف في المغرب ديالنا شويه اللي بين تشوف الانترنت وهذه بنت فلان انا شريفه وهذه عزيز عليهم هذه القضيه هذه. صحيح. هنايا لا خصهم تشوف نجات باش رجعت للمغرب علاش رجعت للمغرب نجات ما باغياش دير التور. كنمشيو عند الطبيب وين ندوز كاع التور كنمشي انا ساعه قبل ما نشد التور باش ندوز الطبيب لان الثقافه ديال التور قليل اللي كيعرفها اختي. صحيح. ما هي زعما على اليقين نعطيك انا يقين مني زعما انه غادي ترضى تعيش في فرنسا نهائيا. هذه يكون اختي متيقنه والله ما ترجع تسكن في فرنسا. وهذا السيد انت في نظرك على شنو ناوي هذا السيد؟ شنو الهدف ديالو باش يدير هذا الشيء؟ انا ما اختي انا تخلعت بحالك. انا ملي كنت نسول هاد البيار شكون البيار جابوا الوديع راجل ساميه راجل ساميه حيد الوديع من النظر دار له عمليه. هاد راجل ساميه صوبوا القوه ديال كازا بغا يديروا بحال راجل ساميه. بقيت كنشوف ما نكذبش عليك انا ما كنعرفوش. واش هو كان ديجا مطيحين العقد على اساس راجل ساميه ولا هي كانوا مخطوبين حتى دار العرس عاد في اماكن العرس عاد كان العقد؟ لا العقد دار قبل العرس. لا شي هضره كيقول لك هضره خاويه دارت الخطوبه 2019 الخضر داروا العقد. لان عندي يقين شتي كما كيجعلوا العقد والله ما يجلس في لابارتو معاه هو والبنت. انا نقول لك نعرف نجات ما تدوش عليها كانوا ديجا ساكنين مع بعضياتهم. انا كنعرف انا كنعرف باللي الفنانه نجاة عتابو واحد الشخصيه قويه، يعني ما عرفتش كيفاش انا دازت عليها هذه. شوف اختي نجاة يعني اللي خلاها يمكن داز على القضيه حبها لبنتها اللي غتقولها بنتها ما كتزيدش معاها. وعلاش بنتها غدراتها بحال هكا؟ دابا البنت شوف عرفاتها فنانه كبيره وعرفات عندها جمهور وعرفات ان العرس ديالها غيدير بوم وعرفات هذا الشيء كامل وتقدر تكون عارفه ان السيد فعلا مزوج. علاش غدير لامها بحال هكا وتخلي العالم المغرب كامل يهضر عليها؟ انا اقسم لك بالله دابا هو قال لك ما عرفهاش واش عارفه ولا ما عرفهاش. انا اللي على يقين نجاة والله ما عالمه. 18 عام ديال الزواج راه السيد راه عارف السيده شنو كتسوى. شوف انا باش نقول لكم واحد القضيه اللي عرفت انا يا نجاة مني سقط الخبار ديما الطوموبيله ومشات له البلاصه اللي هو كان ساكن فيها وضرباته في دارها قالوا في دارها باش تعرفها سيوسف باش تعرف واحد المساله السيد ساكن معاهم الفيلا ديال الشراب دابا في كازا. وقال لك ولقاتهم مرح السيد وناعس وعاش والحال وما مسواقش. انا واحد القضيه اللي ما عجبتنيش وهي بحال هذيك بنت خالتها اللي كتقول بنت خالها ولا بنت عمتها الدريسيه لا كنت دريسيه باش تدخل هاد المشاكل ضرباتو بالصنداله ضرباتو بكذا ضرباتو تدخل هاد الهضره ما كتقالش لان كيفاش ما كان الحال بنتها. ونجاة كنعرفو شنو نجاة عندها واحد القلب راه الكلمه اللي سمعت بقاو فيها ولادو نجاة راه دير على بنتها راه دير نجاة كفه وبنتها في 750,000 كفه نجاة بوحدها. ايوا شتا هو هاد السيد جا دخل بهاد الباب ونقسم لك بالله يا خويا يوسف غادي نعس. قالت لي المراه عندي قالت لي شتا هاد السيد هذا قلت له والله تيضحك عليهم على رقبتي. عرفاتو يعني هو راه باينه حتى في النظرات ديالو في الوجه ديالو كيبان عليه راه وجهه مدير بحال موكا
انا ما ارتحيت ليه سبحان الله، كيبان فيه الغدر في عينيه. نقول لك واحد الكلمه اخويا يوسف، سمح لي على هذه والسيدات اللي ما كيسمعوها.